الحمد لله قدرت نفوز في الاخير. وسفيان البقالي كيجي البطولات الا باش يفوز بالميداليه الذهبيه. مره اخرى كنشكر نقول كاع المغاربه وكنقول لهم سير سير سير. 7 يناير في عام 1996 تزاد سفيان البقالي بالعاصمة العلمية فاس، وكبر وصل إلى بسيطة ما عندهاش وما خصهاش من أبوين كينحدروا من مدينة الحسيمة. سفيان البقالي البطل العالمي والعداء المغربي اللي قدر أنه يفوز بذهبيتي بطولة العالم، واخرتها كانت قبل 5 ايام. هذه موهبة سفيان بدات ايام اعداديات حمال الفطواكي اثناء الملتقيات المدرسية، واللي من بعد انتقل نادي اهل فاس في اطار التنقيب على المواهب، وتم تلاقى مع مدرب العمر كريم تلمساني واللي شاف فيه مقومات البطل القادم. وهنا يبدا سفيان كيتدرج في النادي من فئة لفئة، والمدرب كيآمن بالقدرات ديالو. وفي اول مشاركة ليه في احدى التظاهرات الوطنية بالدار البيضاء فاز بالمركز الاول، وهذا الشيء اللي مهد ليه انه يدخل لاكاديمية محمد السادس للالعاب القوى سنة 2014، واللي من بعدها بالضبط غادي يشارك في بطولة العالم للناشئين في امريكا، وهنا يحتل المرتبة الرابعة. ومن بعدها شارك في بطولة افريقيا بمراكش، لكن هنا يحتل المركز العاشر. وهذا الشيء اللي خلى انه ما يثيقش بالقدرات ديالو، والثقة في النفس تنقص عنده. وهنا يبان الدور النفسي للمدرب اللي نصحو بالصبر والاجتهاد. 2015 غادي يتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، وهنا الحلم بدا كيكبر وبدا كيتحك مع كبار هاد الرياضة هادي. وبالرغم من قلة التجربة إلا أنه حصل على المرتبة الرابعة. ومن بعد الأولمبيات مباشرة غادي تبدا الخدمة ديال بصح، حيث أنه كانت 2017 سنة ديال حصد نتائج سنين ديال التعب، وأولها الملتقى الماسي بروما واللي حصل فيه على الوصافة الميدالية الفضية. وفي ملتقى الرباط قدر أنه يتحصل على الذهبية. ومن بعدها غتجي فرصة العمر اللي ما ضيعهاش، واللي هي بطولة العالم بلندن، واللي كان فيها في الموعد باحتلال المركز الثاني. وفي 2018 غادي يبدا العام ديالو بالذهب في مسابقة ألعاب البحر المتوسط واللي كانت في اسبانيا. وبعدها بشهر غادي يحقق رقم قياسي 7 دقائق و56 ثانية. وهنا اللجنة الأولمبية العالمية صورت معاه فيلم وثائقي. في نفس العام غادي يفوز بفضية بطولة إفريقيا واللي كانت في نيجيريا. 2019 بطولة العالم واللي كانت في قطر، وبالضبط الدوحة اللي غادي تحصل فيها الميدالية البرونزية. وهنا سفيان البقالي بالرغم من أنه فاز بجدة الجوائز إلا أنه كان عنده حلم وهدف كبير اللي هو الفوز في الأولمبياد. وفي 2020 يوسف غادي يحقق الحلم ديالو وغادي يفوز بالذهبية في أولمبياد طوكيو، وهذا كان إنجاز كبير بالنسبة لي ولا يقل على هذا الأخير، واللي قدر أنه يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم. وهذا الشيء كامل هذا ما هو إلا حصد لسنين ديال التمارة والصبر والخدمة ديال بصح، وباش أنه يفرح ملايين المغاربة في العالم.